السلام عليكم يا احلى متابعين. النهارده هنتكلم عن موضوع مهم جدا وعن فاكهة يعني حلوة جدا كله بيحبها، فالعنب. بس يا ترى هل في فرق بين العنب الاحمر والاخضر والاصفر؟ مين فيهم مفيد ومين فيهم ممكن يبقى خطر، وازاي تاكليه صح يفيد جسمك؟ ركزي معايا في الفيديو، هيغير طريقة الاكل العنب تماما. اول حاجة كده نسمي ونصلي على رسول، كل العنب مفيد، كله انواعه، بس في فرق كبير بينهم. العنب من الفواكه اللي مليانة مضاد للأكسدة وألياف وفيتامينات، بس كل لون من التلاتة ليه مميزات معينة. تعالوا نشوفها مع بعض. أول حاجة وهو العنب الأخضر. العنب الأخضر خفيف وسهل الهضم، ويعني السكر بتاعه مش كتير، عشان كده مناسب للي بيعملوا دايت. في نسبة عالية من المية، يرطب الجسم بسرعة، بيساعد في تنظيم الجهاز الهضمي، طعمه مقبول للأطفال والكبار، وسهل الأكل في أي وقت. أفضل يعني أفضل للي بيعانوا من القولون وعايزين حاجات خفيفة ومنعشة. تمام. وعندنا وكمان عندنا العنب الاصفر الذهبي. تمام، طعمه مسكر وسهل المضغ، لكنه مش غني قوي زي الاحمر ولا خفيف زي الاخضر. فيه مغنيسيوم وبوتاسيوم، بيساعد على تهدئة الاعصاب، بيدي طاقة حلوة بدون ما يرفع السكر بسرعة. مناسب للاطفال والكبار السن واللي محتاجين طاقة متوازنة. تمام. امتى العنب ممكن يضرك؟ هنقول مع بعض العنب ممكن يضرنا في ايه. بس هنشوف العنب الاحمر الاول. العنب الاحمر ده ملك المضاد الاكسدة، وغني جدا بمادة بتقلل الالتهاب وبتساعد في حماية القلب. تمام. ويعني الاحمر ده بيحمي من اي سرطان زي الطماطم كده، والحاجات الحمراء كلها مفيدة جدا للدم والدورية الدموية، وبتساعد على انخفاض الكوليسترول الضار. تمام. ما احنا قلنا هنا امتى بقى يكون ضار العنب اللي فيه سكر طبيعي بس كمية كبيرة جدا، ترفع نسبة السكر في الدم خصوصا لمرضى السكر، يسبب انتفاخات واسهال لو بتاكل كمية كبيرة. تمام. قشر ممكن تكون عليها مبيدات، لازم نغسل كويس جدا بالمية والخل. العنب المجفف زي الزبيب احنا عملناه على القناة لو عايزة تشوفيه. ضعف كمية السعرات اللي عاملين دايت ياخدوا بالهم. تمام. تاكل العنب بقى ازاي عشان نستفيد منه؟ نختار العنب السليم، تمام، ويكون مفهوش نقط سودا، وملمسه مش طري، يكون قوي. اغسليه كويس ونقعيه كمية معتدلة، حوالي كوب صغير في اليوم. وفضل تاكليه لوحده، مش بعد الاكل، مش بعد اكل تقيلة تروح واكلة، عشان ما يسببش تخمر في البطن. النصيحة المهمة بقى زي بقى إيه؟ لو عندك انيميا يبقى العنب الاحمر هيكون افضل ليكي. لو عندك مشاكل في القولون طبعا العنب الاخضر هيكون افضل ليكي. ولو ابنك مش بيحب الفواكه جربي العنب الاصفر لانه اسهل طعم. العنب بكل انواعه مفيد، لكن كل لون له شخصية وفوائد معينة. لو عرفتي تختاري صح للجسم هيشكرك كل يوم. وقوليلي في الكومنتات انتي بتحبي انه نوع، احمر اخضر اصفر. مستنية تعملي لايك للفيديو وتشيري مع اصحابك وتشتركوا في القناة عشان يوصلك كل اللي جاي. خلي دايما معاكي علشان صحتك بالدنيا.